النجاح شيء عظيم، ولكن لما تكون ناجح في الوصول لقلوب الناس ده بيعمل لك اعداء كتير جدا، وخصوصا اللي مش عارفين يكونوا زيك. وعشان كده هتلاقي اللي بيدور وراك وبيستغل اي سقطة ولو صغيرة ولو مش مقصودة عشان يعمل بيها بروباجندا وشهرة لنفسه. وفي اللي ما يعرفش الشخص الناجح شخصيا بس اهو بيلاقي مادة تعمل حلقة وتعمل عدد مشاهدات وتعمل عدد شير ولايكات وبالمرة يعمل شوية فلوس. ودول بقوا أسوأ مما تتخيل، وللأسف هم كتير جدا. وده اللي حصل مع أشهر فيديو على السوشيال ميديا، تنمر وعنصرية، ومن غير ما حد يفكر الناس دي بتعمل كده وإيه اللي حصل، والناس دي إيه الهدف من وراء اللي بيعملوه. للأسف محدش كان بيفكر الناس دي بتعمل ليه كده. لو عايز تعرف أكتر كمل الحلقة، ولو بتتابعني من خلال الفيسبوك اعمل شير واعمل لايك، ولو بتتابعني على يوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. أنا سعيد جمال، علمتني الإعاقة. فجأة انتشر فيديو على السوشيال ميديا مدته 30 ثانية لمجموعة ناس بيضربوا الهوا بإيديهم وبيقولوا بصيحة عالية جدا لازم أنجح. وطبعا بدأت التريقة واشتغل الناس وبقت مادة ثرية جدا لمحب جمع المشاهدات وجمع اللايكات، وبالمرة يعملوا حبة فلوس وكويسين من الهوا ومن ضرب الهوا. أما عن الفيديو فكان فيديو مدته 30 ثانية لتدريب بيتعمل في حوالي 3 أيام متوسط 8 ساعات يوميا. الفيديو كان هدفه خروج الناس من الروتين ومن الاكتئاب وتنشيط الناس وتنشيط الدورة الدموية بتاعتهم من خلال تدريبات معينة. التدريب بيتعمل في جميع أنحاء العالم، وتدريب عالمي بيعمله أشهر مدربين العالم وهو أنتوني روبنز، ومصنف إن هو الراجل مدرب رقم 1 في العالم. أنتوني روبنز لما بيقدم التدريب دوت بيكون بيحضر له حوالي 10,000 في المرة الواحدة، وممكن أكتر كمان، لدرجة إن هو ساعات بيعمله في استاد أو بيعمله في صالة مغطاة. لكن الفيديو اللي اتاخد عندنا والناس تريقت عليه كان فيديو لمدة 30 ثانية اتصور في آخر التدريب من التدريبات اللي احنا قلنا عليها، واتلقط واتحط على السوشيال ميديا بهدف التريقة، وكان فيديو مدته صغيرة جدا ما ينفعش ان انا احكم عليه من خلال الناس. تعال نشوف فيديو. الصادم بالنسبه لي ما كانش اليوتيوبر ولا الناس اللي بيسموا نفسهم انفلانسر، ولكن كانوا بيسموا نفسهم الكوتشز والاعلاميين. دول اللي كانوا بيعملوا شويه المفروض عندهم شويه قواعد كده بيلتزموا بيها للحكم على اي شيء والتاكد من الخبر واسبابه ودواعيه قبل النشر وقبل الاذاعه. مثلا الكوتشز عندهم قاعدتين مهمين جدا. الاولى بتقول ان الخريطه ليست المنطقه، يعني من خلال فيديو 30 ثانيه ما اقدرش احكم على فيديو بيتعمل في ساعات كتير جدا او تدريب بيتعمل في ساعات كتير جدا. والناس المفروض بتدخل في مود تحفيزي عالي جدا عشان يقدروا يوصلوا لدرجه ان الشخص يخبط بمنتهى الايمان ومنتهى العقيده يقول لك انا لازم انجح. لكن المفروض ان الكوتشنج عندهم في الكوتشنج لما تيجي تعمل كوتشنج لحد عندك ان انت بتحفز الشخص اللي جواه وبتحفز الحاله اللي جواه عشان توصل بيه لاحسن ما عنده. القاعده الثانيه بقى بتقول ايه؟ بتقول ورا كل سلوك توجد نيه ايجابيه. اكيد الناس دي كان عندهم نيه ايجابيه كويسه جدا انهم ينجحوا، اكيد ما كانش بيقولوا كده وخلاص، اكيد ما كانش نيتهم ان حضرتك ككوتش تتريق عليهم وتفضل تقول كلام فاضي عليهم. ده بقى غير الاعلاميين اللي استغلوا الحلقه للتريقه والترويج وعمل شويه اعلانات. ومن ابسط القواعد الاعلاميه التاكد من الخبر ومن المصدر والتعرف على المصدر قبل الاذاعه. للاسف ما بقاش يتعمل ده، وده الا ما رحم ربي الناس اللي بيعملوه. بصرف النظر عن التدريب وعن مين اللي عمله، الا ان لو كان التدريب ده اتعمل من حد اجنبي او حد غير مصري
كانش قدر حد يفتح بقه ولا بكلمه، وكانت الناس كلها اتفرجت وسقفت وقالوا برافو، ده تدريب رائع، وكان بقى تدريب عالمي عربي، وبقى الناس كلها تتكلم عليه بشكل غير عادي. لكن لما يتعمل من شخص ناجح ومصري وحد هدفه ان يساعد الناس، لازم طبعا تتريق عليه. بصراحة اللي عجبني ان اغلب اللي نشر الفيديو ده والتريقة عليه من الناس اللي بيسموا نفسهم المؤثرين على السوشيال ميديا فقدوا مصداقيتهم، وده لان كتير قوي من المتابعين ليهم سالوهم عن الناس الموجودين في الفيديو، وللاسف ما فيش حد فيهم قدر يقول مين دول او يقول هم في بيعملوا ايه. وكمان الاسوأ ان هم لما الناس سالوهم ازاي تقدروا تحكموا على الناس لمجرد فيديو 30 ثانيه، محدش فيهم قادر يرد غير بالتريقه والسخريه. وطبعا لان اغلب السوشيال ميديا او اللي بيعملوا فيديوهات على السوشيال ميديا ماشيين بسياسه القطيع، هيلاقي فيديو واحد بيتريق عليه الكل هياخده ويتريق عليه، اهم حاجه في فلوس. محدش يعرفه بقى عن صاحب الفيديو المرحوم احمد كرم، واحد من المؤثرين جدا جدا في حياة ناس كتير جدا كانوا يعرفوه وكانوا بيقربوا منه، محبوب جدا، ممكن تختلف معاه بس الأكيد ما تقدرش تخاصمه أو تزعل منه، لأنه بمنتهى البساطة مهما كان متضايق منك يكفي تبص في وشه وتشوف ابتسامته فترجع لك ابتسامتك من جديد. كرم لما عرف التريقة على الفيديو بتاعه سكت، ولما عرضنا عليه ان احنا لازم نرد على الناس دي حتى لو بفيديو صغير، قال الناس مكتئبة ومخنوقة وفيها اللي حواليها من الظروف اللي حوالينا، خليهم يبتسموا. يا اخي يمكن ربنا سبحانه وتعالى سخر الفيديو ده عشان الناس تبتسم، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا الناس اللي نشرت الفيديو والتريقة عليه عشان بناخد من وراهم حسنات. هو نفسه كرم لما عرف ان عدد مشاهدات الفيديو بتاعه وصل لاكتر من 50 مليون غمض عينيه وقعد يقول الحمد لله. ولما سالناه بتقول الحمد لله على ايه، ده بيتريقوا عليك، قال لا اسكت ما تعرفش، دي كميه حسنات مهوله. تخيل انت انا خدت 50 مليون حسنه من فيديو، وقال انا بشتغل عشان انجح وعشان انجح الناس اللي حواليا. ولما قالوا له ايه رايك نستغل الفيديو دوت مشاهداته عشان نتشهر ونبقى ناجحين جدا والناس كلها تعرفنا، قال لا مش عايز كده. قال لهم انا بشتغل على نفسي عشان ابني سلم النجاح اللي اطلع عليه، لكن ما ينفعش ان انا اخد سلم النجاح بتاع الاخرين واطلع عليه. احمد كرم رحمه الله عليه هو صاحب المقوله الشهيره على قدر ثقتك في الله سبحانه وتعالى على قدر نجاحك. وهنا بقى خليني اقول لكم على حاجه علمتني الاعاقه، اني ما اكونش متسرع في الرد واصدر احكام على ناس ما اعرفهمش، على فيديو ما اعرفوش، على حاجه ما اعرفهاش. دايما لما بشوف حاجه افضل امشي ورا المصدر، افضل امشي ورا المصدر يمكن اوصل للنتيجه. بالظبط مش عايزين نكون ماشيين في سياسه القطيع، اول ما الاقي حد بيتكلم عن اي حاجه ابدا واتكلم وراه. مش تكون مغيب وماشي ورا الناس، تلاقي اللي حاطط فيديو بيتريق عليه تتريق، تلاقي اللي حاطط صوره ومش عارف مصدرها وتمشي ورا وتمشي ورا الصوره وتنشر وتقول كلام وفي الاخر يطلع كلامك غلط او الفيديو غلط. لازم تعرف كل حاجه وتفهم كل حاجه، خليك فاهم. رحمه الله على احمد كرم، اخويا وصاحبي وشريكي في النجاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.